سلمى، انتي سامعة الصوت ده؟ كأن في حد بيمشي بضوافر حديد على خشب السرير، والندبة اللي في ايدي بدأت تطلع دخان اسود وبتنحر في عظمي كأنها سكينة تلمة. سمع يا هيثم، والحيطان بدأت تعرق دم اسود ريحته زي ريحة المقابر اللي كنا فيها. البيت ما بقاش بيتنا، الأرض بتتهز تحتنا كأن في وحش بيحاول يصحى تحت البلاط. النور بيقطع وبيرجع لوحده ليه؟ بصي في المراية يا سلمى، ملامحنا بدأت تختفي، وشي في المراية ممسوح، ملوش عينين ولا بق. احنا بنتحول لأشباح جوه بيتنا. هيثم الحقني، السجاد بيتحول لرمال متحركة وبسحب رجلي لتحت، في ايدين سودة وطويلة طالعة من الحيطة وبتمسك شعري. امسكي في ايدي بقوة. بسم الله. الوجع في قلبي بيموتني. العلامة نورت اخضر، بس المرة دي النور بيحرق الجلد وبيكشف العظم اللي تحته. احنا بنتاكل احياء يا سلمى. الصوت بيقرب، صوت الست العجوزة طالع من جوه ودني مش من بره، كأنها سكنت جوه راسي وبتهمس لي بتقول جه وقت الذبح يا لينا. أنا مش لينا يا هيثم. المراية اتكسرت و100 حتة طارت في الهوا ووقفت قدامنا، في كل حتة ازاز شايف وش الست العجوزة وهي بتضحك، الضحكة بتفجر ودني من قوتها. بص على السقف، العناكب اللي طالعة دي مش عناكب عادية، دي وشوش أطفال صغيرة بتمشي ب8 أرجل وبتنزل خيوطها على رقبتنا. أنا بتخانق يا هيثم، مش قادرة أتنفس. مش هسيبك. النار الخضراء بدأت تخرج من عينيا ومن بقي، أنا حاسس إني بقيت وسيلة لنقل اللعنة. البيت كله بيتحرق بنار باردة، مش بتحرق العفش، دي بتحرق أرواحنا. هيثم، السقف بيقرب علينا، الأوضة بتصغر والحيطان بتطبع على صدري، أنا سامعة صوت تكسير ضلوعي، ساعدني أخرج من السجن ده. ارمي نفسك ناحية البلكونة، الهوا اللي بره هو أملنا الوحيد، بس الشارع اختفى، مفيش غير فراغ اسود ملوش نهاية. احنا محبوسين في غرفة تعذيب بين السما والأرض. في حد بيخبط من جوه بطني يا هيثم، أنا حاسة بحركة غريبة تحت جلدي، كأن في تعابين صغيرة بتجري في عروقي، اللعنة دخلت جوه دمنا خلاص. اكتمي نفسك وصلي في سرك. النور الأخضر بقى سكاكين بتقطع في خيالات الست العجوزة اللي محصرانا. احنا لازم نكسر الدايرة دي حتى لو التمن حياتنا. الضلمة بدأت تبلع نص جسمي لتحت، أنا مش حاسة برجليا، كأن النص التاني مني بقى تراب ومات. هيثم، ما تسيبنيش اختفي في السواد ده لوحدي. مش هسيبك لو هروح معاكي لآخر الجحيم. أنا هحط إيدي اللي فيها العلامة على قلبك، يمكن ناري تحرق اللي جواكي. استحملي الوجع يا سلمى، استحملي. أوه، الوجع رهيب، أنا شايفة ذكرياتي بتتحرق قدام عيني، بس السواد بدأ ينسحب، الإيدين اللي كانت مسكاني بتتحرق وتصرخ. البيت بيرجع يتعدل تاني، بس كل حاجة مقلوبة، الكراسي في السقف والنجفة في الأرض، والزمان واقف، الساعة مش راضية تتحرك ثانية واحدة لقدام. بص على الركن البعيد، الست العجوزة واقفة ومن غير راس، وماسكة راسها في إيدها وبتقول لنا الفجر مش هيطلع عليكم النهاردة، إحنا ضعنا يا هيثم. لا، الفجر هيطلع. العلامة بدأت تسحب كل السواد اللي في الأوضة جواها. أنا جسمي بيتنفخ من كتر الطاقة السودة. أنا هفرقع يا سلمى، ابعدي عني بسرعة. هيثم، لأ! انفجار النور الأخضر عمى عيني، الأوضة كلها اتهزت كأن زلزال ضربها. مفيش صوت، مفيش ريحة، مفيش غير السكون المرعب ده. سلمى، انتي لسه هنا؟ البيت رجع طبيعي، بس بصي في المراية، العلامة اتنقلت من ايدي وبقت مرسومة على جبهتك انتي يا سلمى. أنا مش حاسة بوجع، أنا حاسة بقوة غريبة، وحاسة إن الست العجوزة ما بقتش عدوتنا، دي بقت جزء مني، أنا شايفة اللي هي شايفاه يا هيثم. سلمى، عينيكي لونهم بقى أخضر باهت زي لون اللعنة. انتي بتبصيلي كده ليه؟ انتي لسه سلمى مراتي ولا اللي جوه جسمك حد تاني خالص؟ هيثم، احنا اتأخرنا على الفطار، والناس اللي مستنييننا تحت الأرض جاعوا قوي، يلا بينا ننزل لهم.